احرار هنكمل المشوار. ارحل يا سيسي، ارحل يا سيسي. ثوار احرار هنكمل المشوار. عارفين يعني ايه انسان يختفي من الوجود؟ لا هو ميت فاهله يترحموا عليه، ولا هو عايش يطمنوا عليه. 2494 يوم. الرقم ده مش مجرد عدد، دي سنين عمر احمد حسن. اسمعوا الفيديو ده وشوفوا حرقة القلب اللي ما بتطفيش. النهاردة اليوم 2494 على اختفاء أحمد. 2494 يوم ما شفتوش، معرفش هو بخير ولا لأ، معرفش هو كويس ولا لأ. 2494 يوم من اللحظة اللي حياتنا اتغيرت فيها واتشقلبت. أحمد حسن فين؟ السؤال ده بيتردد في بيوت كتير في مصر. الاختفاء القسري يا جماعة هو قمة الظلم، إنك تشيل بني آدم من وسط أهله وتخفيه ورا الشمس، وتسيب أمه وأخته بيموتوا في اليوم 100 مرة. أحمد واحد من الآلاف حياتهم وقفت عند اللحظة اللي اتاخدوا فيها، والوقت ما بيمشيش جوه السلخانة اللي هم فيها. وعلشان تتأكدوا من قصة أحمد مش الوحيدة، هنروح لقصة تانية بتقطع القلب، بتبين لينا الوش القذر اللي بيتعامل بيه نظام السيسي مع المعتقلين. الدكتورة شيرين شوقي أحمد معوض، دكتورة يعني المفروض مكانها بتعالج الناس، مش بتترمي في مقبرة اسمها سجن العاشر من رمضان. اللي حصل للدكتورة شيرين اتاخدت من بيتها فجر 16 ديسمبر 2025، فجرا يا جماعة، يعني ترويع وتثبيت وخطف. ومن وقتها وهي في زنزانة الإيراد. عارفين يعني ايه؟ يعني نوم على الأرض، مفيش فرشة، معاملة مهينة، واحتجاز وسط جنائيين، وهي الوحيدة اللي قضيتها سياسية علشان يكسروا نفسها. النهارده الدكتورة شيرين بتموت حرفيا. تقرير من هيومن رايتس ايجيبت بتقول ان حالتها اتدهورت بشكل مرعب من يوم 29 ديسمبر اللي فات. الانيميا وصلت عندها ل5 درجات، يعني انيميا حادة، مشاكل في الكبد والقلب، وانزلاق غضروفي بيخليها تمشي وهي بتعرج وبتتألم من كل حتة في جسمها. والقهر ما بيقفش هنا، جوزها كمان معتقل من مارس 2020 وعندها ورم في الغدة الدرقية. يعني عيلة كاملة بتتدمر، أب وأم شايفين الويل، والهدف إيه؟ التنكيل والظلم. بس هو ده اللي بيعمله السيسي في الشعب. عايز تعرف يعني إيه قهر؟ بص على وشوش الناس دي واسمع حكايتهم. دي جرائم ما تقلش حاجة عن جرائم الحرب. السيسي ونظامه بيحكموا بالحديد والنار، والسجون بقت مقبرة للمصريين اللي ملهمش ذنب غير انهم حبوا بلدهم واتقال عليهم سياسيين. انقذوا الدكتورة شيرين شوقي، ارفعوا صوتكم علشان احمد حسن وغيره يخرجوا ويعيشوا الباقي من حياتهم. وفي الاخير حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. وبطلب من الناس تشارك الفيديو ده وتوصلوا صوت الناس دي للعالم اللي بره، يمكن صرختهم تكسر باب الزنزانة ويشوفوا النور من تاني.